السلام عليكم. أنا يا هويدي ودي قناة ميكس جوانا، واللي بنتكلم فيها عن مواضيع كتير مختلفة من حياتنا. لو انتوا جداد في القناة ما تنسوش ان انتوا تشتركوا وتتابعوا كل جديد بينزل. ويلا بينا نشوف حلقة النهاردة بتقول لنا ايه، ويلا بينا نضيف لمسة نور جديدة في حياتنا. عاوزة اقول لكم المقدمة دي وحشتني انا شخصيا، يعني كنت حابة اتكلم معاكم شوية في اكتر من حاجة ليها علاقة برضو بان احنا نرجع تاني نبدأ، ونرجع تاني مهمًا حسينا بالتقصير نحاول نبدأ، يعني معانا وقت والله. كلنا مرّينا بالفترة اللي يكون عندنا فيها حاجة مهمة، أو يكون عندنا فيها طموح أو حاجة عايزين ننجزها أو نحققها، ونقعد نقول خلاص هابدأ النهارده أو هابدأ بُكرة، أو أول مثلًا ما أنظّم الحاجة الفلانية، أو أول لمّا يحصل لي الظرف الفلاني. أو أضبّط المكتب أو أضبّط أوضة، أصل أنا مش عارفة أعمل حاجة، أصل بيتنا مكركب، أصل إخواتي كلّهم مزعجين، أصل حاجات كتير، أسباب يعني بنبدأ نفرضها وبنبدأ نحطّها. حتى الموضوع وصل لإن ممكن يكون عندنا حاجة أساسًا مهمة وأساسية نعملها، سواء شغل أو دراسة، وكل ما كان الdeadline بعيد فخلاص إحنا إيه، معانا وقت فما كناش بنعمل حاجة. تقريبًا دي مش حاجة جديدة، ودي حاجة فعلًا مُعضلة ومشكلة كلّنا بلا استثناء بنمُر بيها. عرفت حاجة من فترة كانت بالنسبة لي حاجة نوّرت فعلًا معايا جامد، وهي إن التسويف ده شيء إحنا مش هنقدر نتغلب عليه ونخلص منه تمامًا من حياتنا. فحسيت الموضوع إيه ده! إيه الفيديوز بقى أتخلّص من التسويف في 10 دقايق ومش عارف إيه، لأ، الفكرة إن التسويف ده عبارة عن معادلة ليها شوية مدخلات، إحنا بنحاول على قد ما نقدر نقللها بحيث إن ناتج التسويف ده يكون أقل ما يمكن يعني. بالضبط، كإن إحنا بنعمل أكلة مثلًا، كل ما نقلل الكميات هتطلع معانا كمية قليلة، بالضبط كده. فبصراحة فرقت، يعني فرقت إن أنا حطيتها في بالي، بعيد إن أنا برضه سوّفت وبعد كده طبّقت يعني حتى كده بعد كده طبّقتها، بس وأنا متيقنة إن أنا كل أسباب التسويف موجودة، ألا وهي إن غياب الشغف، غياب الهدف اللي أنا أصلًا عايزة أوصل له، أنا دايمًا مش حاطاه قدّام عينيّا، وبالتالي هو بيساعدني وبيحرّكني إن أنا أسعى دايمًا إن أنا أحققه. غياب الحافز أو التحفيز إن أنا أنجز الحاجة دي، غياب الخوف من إني الحاجة دي أنا لو ما عملتهاش مثلًا هافشل أو هاحس بإحساس مش كويس، سواء بقى الناس اللي عندها deadline أو عندها امتحانات أو عندها أي حاجة. فحاولت على قد ما أقدر أقلل الحاجة اللي فعلًا يعني كنت متيقنة خلاص إن الأسباب دي كلها مش موجودة قدامي، فطبيعي إن أنا أوصل للحالة اللي أنا فيها وأوصل لمنتهى التسويف اللي أنا فيه. آخر فترة بفضل الله يعني الحمد لله أنا معايا دلوقتي حمزة. كنت حاسة إن أنا برضه لأ، مش هاعرف أعمل أي حاجة، ما عنديش وقت. طبعًا أنا محتاجة وقت recover ومحتاجة حاجات كتير أوي، ومستحيل هاعرف أتعلّم حاجة وأنا معايا طفل. ده طبعًا كان كل المسدجات وكل الكلام اللي كان بيتقال لي من الناس اللي معاهم طفل. فحسيت إن خلاص أنا كمان مش هاعمل حاجة يعني، وبقيت ماشية على الكلمة دي أو بقيت ماشية على الموضوع ده. النوم بقى طبعًا بيبقى ملخبط، الوقت مش أحسن حاجة، لو في زيارات، لو في جات لي مرّة message من واحدة صاحبتي باعزّها جدًا يعني، ربنا يجزيها خير، قالت لي: "بُصّي يا آية، الحمل صعب، الولادة صعبة، مسؤولية كبيرة، فكرة إن معاكِ طفل يعني هي فعلًا مسؤولية والموضوع صعب ما هواش سهل، بس الموضوع كده، كده أنتِ اتحطيتِ فيه وكده، كده هيعدّي، فأنتِ لازم تتقبّليه وتبدئي تتعاملي معاه وبالتالي هتستمتعي بالرحلة، يعني حاولي تستمتعي بالرحلة دي، هي رحلة وأنتِ استمتعي بيها، ولو ما استمتعتيش بيها هي كده، كده جات وكده، كده هتمُرّي بيها، فلو مرّيتِ بيها وأنتِ متكدّرة على دماغِك، لو مرّيتِ بيها وأنتِ متقبّلاها هتعدّي وهتقدري تعملي حاجات تانية. كنت في group كده فيه بنات متجوّزين ومخلّفين وبيشتغلوا كمان، وما شاء الله أنا كنت باشوفهم في شغلهم ملتزمين ومتابعين على قد ما بيقدروا، متابعين يمكن من بداية اليوم لحد آخر اليوم. فسألت نفسي ما دول ناس زيّهم زيِّك، يعني دول ناس فعلًا زيّهم زيي، معاهم طفل زيي، معاهم حتى الأطفال اللي كانوا معاهم في نفس المرحلة العمرية اللي ابني كان فيها، فأنا حاسة إن ابني دي كلمة تقيلة أوي بس تمام. حاسة إن أنا كبرت أوي بس تمام. نفس الفترة يعني نفس السِن، فليه لأ، ليه لأ بجد يعني ليه أنا مسوّفة كل ده، ليه أنا أصلًا متعطّلة كل ده، لحد ما جات لي برضه فرصة شغل حبّيت إن أنا أدخل فيها وأنا مش عارفة أنا هانظّم الدنيا إزاي، بس دخلت فيها كده عافية، وكانت المفاجأة إن أنا لقيتني باصحى بدري، باكل، باكل،
باغيّر لحمزة وباصحّيه وبالبّسه يعني كل الprocess اللي باعملها لحمزة أول ما بيقوم تلاقيتني باعملها، باعمل نفس الحاجات اللي أنا باعملها لنفسي الصبح، وباقف على ميعاد بداية الشغل، وأنا مخلّصة حاجات كتير، في حين إن أنا كنت بابقى نايمة يعني لوقت بعيد، يعني مثلًا بعد الضهر بشوية في حين إن أنا بدأت الشغل ده مثلًا من الساعة 11:00 لقيتني باخلّص كل حاجة أنا باعملها قبل الساعة 11:00 بابدأ شغلي الساعة 11:00 أو 12:00 فبعدها برضه ما سألتش نفسي السؤال، بس جيت بعدها بفترة لمّا فترة الشغل دي كانت فترة كده freelance صغنونة وخلصت. لقيتني بعدها رجعت تاني للroutine إن أنا أنام كتير، مش باعمل حاجة، يومي بيبدأ بعد الضهر بكتير، شوية حاجات كده برضه فرجعت سألت نفسي اللي هو طب ما صباح الفل لمّا أنتِ اتحطيتِ في حاجة لقيتِ نفسِك بتصحي، بترتبي البيت، بترتبي نفسِك، بترتبي حمزة، بترتبي حاجات كتير أوي، وبتبدئي الشغل، يعني بتعملي أصلًا مجهود فوق المجهود، ومع ذلك قدرتِ وقُمتِ وعملتِ. طب ليه مثلًا لمّا بتبقي عايزة تقرأي كتاب مش بتصحي بدري عشان تقعدي تقرأي كتاب؟ طب ليه وأنتِ عايزة مثلًا تحفظي قرآن ما عملتيش كده وما حفظتيش من البداية، أو مش بتصحي بدري عشان تعملي كده؟ طب ليه مثلًا وأنتِ حابة تنظّمي وقتِك أكتر أو تضيفي أي حاجة جديدة عايزة تتعلميها، تطوّري نفسِك في الإنجليزي مثلًا، ليه مش برضه بتصحي بدري وتعملي كده وحمزة نايم؟ أو ليه زي ما كنتِ بتهندلي الأمور وبتعملي كل حاجة بتتشقلبي وحمزة على إيدِك وبتخلّصي كل حاجة، ليه مش بتعملي ده؟ اكتشفت إن المعادلة بتاعة التسويف عندي ما فيش مش موزونة، مش موزونة وأسباب إن هي تبقى تدّيني أعلى نتيجة للتسويف موجودة، ما فيش هدف قدّامي، ما فيش حاجة كانت بتحرّكني، ما فيش deadline ما فيش حاجات معيّنة كده كانت بتخلّيني فعلًا يعني أتحرّك، وبالتالي المعادلة دي كانت بايظة، وبالتالي التسويف عندي قيمته عِلِت. لحد ما جيت من فترة قصيّرة أوي وقريّبة يعني الحمد لله، أخدت على نَفْسي تعهُّد كده وقاعدة هامشي بيها. أنا بصراحة يعني كنت حابة أعمل search على القاعدة دي وأشوف هل هي أصلًا already موجودة. القاعدة دي قُلت لنفسي مرّة كنت حابة أعمل حاجة فعلًا مش هتاخد منّي 5 دقايق، قُلت لنفسي it will never take more than 5 minutes واللي هو إيه تعالي نجرّب، طب ما ممكن فعلًا ما تاخدش more than 5 minutes وقفت فعلًا وعملتها، عايزة أقول إن أنا ممكن أكون عملتها في 3 دقايق. حاجة تانية فضلت أقول لنفسي كده وأخدت ده تحدي، مش تحدي بقى والجو لا، لأ، فعلًا، فعلًا الترابيزة بتاعة الأكل مش مضبوطة، فأنا سايبة عليها شوية حاجات محتاجة بس تتمسح أو مش عارف إيه، مش ليه سِبتها ومشيت، قُمت واقفة تاني، ليه سِبتيها ومشيتِ؟ ارجعي تاني دلوقتي اعمليها ومش هتاخد منِّك 5 دقايق، رجعت وعملتها في دقيقتين 3 بالضبط، بقيت بقى واقفة مع نفسي كده في كل حاجة، صلّيت الضهر وكسّلت أصلّي السُنّة، وقفت مع نفسي، طب ليه كسّلتِ؟ مش هتاخد منِّك 5 دقايق، وقفت صلّيت السُنّة، جيت في حاجة تانية، الحوض مثلًا، حاجات بسيطة، أنا طبعًا باقول حاجات بما إن أنا بقيت يعني إيه، سِت بيت قد الدنيا فمعظم الأمثلة هتبقى قريبة من البيت شوية، ويعني فعلًا، فعلًا وهكذا ممكن نقيسها على حاجات كتيرة أوي في يومنا أو في حياتنا. المهم إن أنا وصلت لإن أي حاجة إحنا عاوزين نعملها مش هتاخد مننا حرفيًا 5 دقايق علشان نعملها، ودي أنا جربتها في أكتر من حاجة، فعلًا حاجات حتى لو بسيطة والله لقيتني فعلًا باسوّف فيها، بس لقيتني باقفش نفسي وقت التسويف، أنتِ عملتِ كده ليه؟ طب هتسيبيها ليه؟ لأ ما أنتِ سايباها روحي اعمليها، وارجع واعملها وما تاخدش فعلًا مني 5 دقايق، يمكن كنت باعمل الحاجة وأنا متعمدة أخلّصها قبل ما ال5 دقايق فعلًا يخلصوا عشان أثبت لنفسي ولعقلي إن الموضوع مش هياخد 5 دقايق ومش يعني ما لوش لازمة بجد يتأجّل، وحسّيت بنتيجة قد إيه خطوات صغيّرة هتخلّينا بجد نبقى عايزين نطوّر أكتر وأكتر ونبقى أحسن وأحسن، ومش هنكتفي أوعدكم والله مش هتكتفوا ب إنجازات صغيّرة قد إن أنتم هتقدروا تعملوا أكتر وأكتر. أولًا الإنجازات الصغيّرة هتدّيكم ثقة في نفسكم وهتدّيكم دفعة إن أنتم تعملوا أكتر وإن أنتم تقدروا. أهم حاجة المعادلة بتاعة التسويف دي تقللوا على قد ما تقدروا الأسباب أصلًا اللي بتخلّينا نسوّف، وتمسكوا نفسكم كده وقت التسويف حرفيًا، أنا ليه سِبت الحاجة دي ومش هاعملها دلوقتي؟ طب أنا مش هاعمل حاجة غيرها ومش هاعملها غير النهارده ودلوقتي وهاخلّصها كمان في وقت قليل. ممكن بجد تثبّتوا القاعدة بتاعة it will never take more than 5 minutes هم حرفيًا 5 دقايق هتخلّصوا فيهم حاجات كتير. بس كنت حابة أضيف حاجة بسيطة أوي، كانت هي أصلًا يمكن السبب في تسمية الحلقة وهم عدم الإنجاز، مش وهم الإنجاز بقى، وهم عدم الإنجاز عاوزة أقول إن الشيطان بيلعب علينا لعبة قذرة جدًا،
وهو إنه يوصّل لنا إن إحنا بجد مش هننجز ومش هنعمل حاجة، وإن الموضوع ده قد إيه صعب طول ما إحنا بعيد، وطول ما إحنا ما أخدناش خطوة أصلًا إن إحنا نبدأ الحاجة، طول ما هو هيفضل مصعّبها علينا وهيحسّسنا إن الموضوع ده صعب، وبجد بيكون تقيل على النفس جدًا إن إحنا نبدأ بيه. فالتسويف ولعبة الشيطان بتكون من أكتر الحاجات يعني اللي بجد بتوهمنا إن إحنا مش هننجز ومش هنعمل حاجة، وده فعلًا شيء مش صح خالص. إحنا لمّا بنبدأ في الحاجة واحدة، واحدة بتمشي وبنخلّص كل اللي إحنا عايزين نعمله. استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم كتير، وقوموا ابدأوا في الوقت اللي أنتم يعني في أكتر وقت هتحسّوا إن أنتم محبطين ومتجمدين فيه، قوموا ابدأوا بجد. البداية بتشجّعكم تكمّلوا، والبداية بتوصّل لكم قد إيه أنتم كنتم موهومين إن الموضوع ده صعب ومش هيتم، وقد إيه إن الشيطان بيكون مسيطر على عقلنا علشان ما نقومش نتحرك. فبجد لأ، الموضوع عكس كده تمامًا. لمّا بتبدأوا كل حاجة بتتغيّر وكل حاجة بتجري، وهي عَجَلة فعلًا بتلِف كده وبتدور أول بس ما بتاخد أول دفعة. أحلامكم والله تستاهل إن أنتم تبدأوا بجد وتسعوا وتبذلوا كمان عشانها، وإنكم تشوفوا نفسكم ناجحين أو في حتّة تانية بجد يستاهل إن أنتم تبذلوا من وقتكم ومن مجهودكم وتصحوا بدري وترتّبوا أكتر وتبقوا أحسن. ما توقّفوش إن أنتم تشوفوا نفسكم في مكان أحسن من اللي أنتم فيه النهارده. مش عايزة أقول لكم طبعًا ابعدوا عن الموبايل، بس ابعدوا عن الموبايل على قد ما تقدروا، هيفرق معاكم كتير. هتلاقوا وقت لنفسكم ووقت لحياتكم، وقت تطوّروا فيه نفسكم، بجد هتلاقوا حاجات كتير أوي. مش عايزة أطوّل عليكم أكتر من كده، وأتمنى تكونوا استفدتم حتى لو استفادة بسيطة جدًا. أتمنى تاخدوا خطوات صغيّرة جدًا، جدًا، وصدقوني هتكبر، وهتبقوا مش راضيين تقبلوا بأقل من كده خالص. بالعكس هتاخدوا خطوات أكتر، وهتوصلوا بإذن الله، بإذن الله للي أنتم بتتمنوه وأكتر كمان. عاوزة أقول لكم إن شاء الله، إن شاء الله أنا هابدأ السلسلة اللي جاية إن شاء الله هتبقى عن كتاب Cinderella Secret. والكتاب ده من أكتر الكتب اللي حرفيًا غيّرت في شخصيتي تمامًا، وغيّرت في حياتي وساعدتني في حاجات كتير جدًا، جدًا. خلّتني أعيش بوعي أكبر وأتعامل مع الناس وأفهم نفسي، ودي كانت أهم حاجة. وأفهم إن أنا كآية في جوانب أصلًا كتير مختلفة. بس مش عاوزة أحرق لكم الكتاب، بس إن كل جانب من جوانب حياتي محتاج إن أنا أصُب فيه شوية وأعيش معاه شوية، ما ابقاش مركّزة في جانب واحد بس هو اللي أنا عمّالة أحُط فيه، أحُط فيه، أحُط فيه وأملاه، وباقي الجوانب بتاعتي فاضية. المهم الكتاب بجد ممتع، ممتع جدًا، فكرته بجد جميلة. عايش يعني طبعًا مش هاقدر أثني عليها لإن ما شاء الله، ما شاء الله يعني ربنا يبارك. هبة السواح من أقوى الناس ومن أقوى الlife coaches ومن أكتر الناس اللي أنا باقتدي بيهم وباحبها جدًا، ونفسي أكون في يوم من الأيام زيها يعني، إن شاء الله نسعى لذلك. فالكتاب قوي جدًا في إن إحنا نتطوّر بشكل بجد مش طبيعي، هيخلّي حياتنا تختلف تمامًا. أوعدكم إن إحنا إن شاء الله هناخد منه أقصى استفادة، وإن إحنا نقرأه كلّه. ودي كانت حلقة النهارده من ميكس جوانا. وما تنسوش لو أنتم جداد في القناة تشتركوا، وتقولوا لي طبعًا رأيكم في الحلقة بتاعة النهارده، وتشجعوني إن أنتم تستنوا الحلقات اللي جاية. وإن شاء الله، إن شاء الله أشوفكم على خير قريب، والسلام عليكم.